بروفيسور ومخترع جزائري وصل لأعلى مراتب العلم بأمريكا. قصة نجاحه أبهرت رؤساء العالم ومنحوه أعلى وسام بفرنسا، وسام فارس جوقة الشرف. يا ترى مين هيدا العالم وشو عمل لحتى احتل مكانة ما وصل إلها أي عربي من قبل؟ And very briefly, Dr. Zerhouni promoted collaboration in a place full of silos. He got together a task force that brought together 7 different NIH institutes, which was unprecedented. البروفيسور إلياس زرهوني ابن مدينة ندروما بولاية تلمسان الجزائرية، كان يحب العلم من وقت كان صغير، وكان دائما بيحلم انه ياخذ العلم من الدول المتقدمة ليرجع ويخدم وطن. لهيك درس الطب وتخرج من جامعة الجزائر وحصل على شهادة الدكتوراه. قرر يتابع أبحاثه بالولايات المتحدة، غادر هو وزوجته الجزائر، وهون بدأت رحلته بعالم البحوث. إلياس تخصص بالتصوير الطبي بجامعة جون هوبكنز يلي هي العلمية بمجال الطب. استعمل التصوير الإشعاعي لتشخيص دراسة الفيزياء والرياضيات، واخترع أول جهاز للتصوير الورم جراحيا. صار الفحص كتير سهل وأدق بالجهاز. نقطة التحول بعالم الطب لليوم. لمع نجم البروفيسور بالولايات المتحدة لدرجة كبيرة، ولفت انتباه الرئيس بوش اللي صامت وعينه مدير معاهد الصحة الوطنية الأمريكي. أنجز 257 ورقة بحث علمية عن اكتشافاته بالتصوير الشعاعي ليومنا هذا. لهيك منحوه الميدالية الذهبية للعلوم، ليصير بعدها من فريق حكام البيت الأبيض ومستشار أوباما بمجال الصحة، ومنحوه منصب الموفد الخاص للعلوم والتكنولوجيا بالشرق الأوسط. شهرة البروفيسور ما وقفت بأمريكا بس، انتشرت عالمياً، وبفرنسا تحديداً ترأس إدارة وتطوير الأبحاث بشركة الأدوية الفرنسية. You might wonder, what does research and development really mean? Because I am with 10,000 other scientists. Our research and development develops vaccines who can save وسام بالدولة، وسام فارس جوقة الشرف. اليوم البروفيسور إلياس زرهوني وضع كل تجاربه وحياته العلمية تحت يطمح ليدعم الشباب العربي بالخبرة اللي حصل عليها ليحدث نهضة علمية بالعالم العربي.